سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات بغيت نشارك معكم هذا الموديل جلابه ديال البرد بالصديف. هذا الموديل يقدر يتخدم حتى في بينوار، يعني بينوار بالقب وبالصديفات بلا حزام، يكون غير قصير يجي بينوار. بالنسبه للفصاله ديال هذه الجلابه كيف ما كتشوفوا البنات، راه حتى فصلت عاده باش صورت، حيتاش اصلا الفصاله خدمتها معكم بزاف ديال الفيديوهات. طويت الثوبه البنات على 4 وخليت واحد 8 سنتيم في الامام. 8 سنتيم هي اللي غادي نطوي فاش غادي ندير الصديف صافي. وبديت كنفصل، درت 7 سنتيم ديال دورة الكول، هبطت ب2 سنتيم، وصلت بين النقاط. من بعد درت الكتاف، النصف ديال الكتاف نزلت ب3 سنتيم. المهم راه خدمت معكم في الصاله في بزاف ديال الفيديوهات كيف ما كتشوفوا. هبطت ب23، درت القياس ديال الصدر. من بعد درت التركيز ديالي، كنزل ب14 سنتيم وكنعاود نزل ب14 سنتيم اخرى. النقطه الاولى كنعبر عليها الحزام، قياس الحزام زائد سنتيم دائما ديال الخياطه. والنقطه الثانيه كنعبر عليها القياس ديال الورق او الباسه. كنعبر الطول ديال الجلابه قداش عندي. وبالنسبه لتحت راه درت 46 سنتيم، وكنوصل بين هذيك النقطه والنقطه ديال الورق صافي. هكذا تنكون ساليت الفصاله ديال القدام والظهر. اللي كنجي ندير هاد التقويره ديال الدوره ديال القدام. بالنسبه للجياب راه غادي ندير جياب مبطنين، قطعت فيهم 4 طريفات ديال الجياب، كل جيب فيه 2. بالنسبه للقب كنخلي هذيك 8 سنتيم حيت غادي نحتاجها نطويها. بالنسبه لكم رانا خادمه معكم في فيديوهات اخرين صافي. دابا غادي نبداو الخياطه. اول حاجه كنديرها كنلصق الكتاف، تلصق الكتاف ديال الامام مع ديال الظهر. من بعد كنحدد النص ديال الدوره ديال ديك الدوره ديال الكول ديال الظهر، كنحدد النص ديالها باش غادي نلصق عليها القب. كناخذ القب راه ديجا خيطته من اللور. كندير هذيك الخياطه مع هذاك المنتصف ديال الظهر، تنعبر واش العبر هو هذاك صافي. تقريبا رجعني قد صافي. كنبدا نخيط، غير ضروري نعبر قبل ما نبدا نخيط باش الا كان فاوت ولا شي حاجه يعني من بعد ما ساليت تلصق ديال القب كنحاول نثبت هذيك الخياطه. البياسه راه مسورجيه كامله، كنحاول نثبت الخياطه ديال هذاك القب. ملي كنسالي هاد الخياطه البنات كنجي هذيك 8 سنتيم اللي خليت كنحاول نطوي، تنعبر ديك 8 سنتيم اللي خليت تنطويها. كنمشي مع البياسه كامله كما كتشوفوا بنفس الطريقه حتى القب تا هو راك تخليت له نفس العبار، يعني تا هو غادي نطويه، غندير نفس الطويه كما كتشوفوا بحال ما هكذا. غادي نضرب البياسه كامله. هانتوما راه فاش وصلت للقب يعني نفس الطريقه.
كما كتشوفوا البنات. كندور بالبياسه كامله. صافي هنايا ساليت، شوفوا كيف جا القب، كيجي مفيني يعني على الجويه بجوج. دابا غادي نلصق الجياب. بالنسبه للجياب البنات، هاد الطريقه راه غنخدم معكم ساهله. كاين اللي تيلقى مشكل في الجياب المبطنين، غادي نعبر البنات، عبرت من جهه التركيز، عبرت 20 سنتيم، وخليت القياس ديال الجياب 14 سنتيم كما كتشوفوا. ودابا كنشد الجيب، راه لصقت كل جوج، تندير الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الثوب، وكنخيط تنخيط الجياب، يعني كل جوج طروفه كنتخيطهم مع بعضياتهم. صافي كنبدا كنعبر واحد 2 سنتيم ديال من فوق ديال الجيب من الفوق. صافي وكنبدا نثبت. الا ما كانتش واضحه الطريقه مزيان، غادي نعاود ندير لكم شي فيديو خاص غير بالجيب بالطريقه كيفاش كيلصق. صافي من بعد ما خيطت تنقلب، كنعاود نثبت بواحد الخياطه. كنمشي تقريبا على قياس الصباط، يعني واحد 1 سنتيم هكذاك. طريقه سهله. صافي انا لصقت الجيب ديالي، كنثبت هذوك يعني اختياري بتثبتي هذيك البلاصه من التحت، ولا حتى تكوني نازله مع البياسه كامله وكتخيطيها. كما كتشوفوا شفتوا الشكل ديالو تيجي زوين. دابا البنات غادي نلصق الكميم. كنحدد النص ديال الكم، صافي كنحدد النص ديال الكم تنلصقو مع الكتف، ومن بعد تنبدا نخيط. جا نعبر، يعني ضروري خاصني نعبر باش نشوف واش التركيز جا الكم جات قد التركيز. صافي من بعد انا غادي نمونطي البياسه. كنحاول زربت الفيديو غير باش ما ياخذليش الوقت بزاف، باش تيجي مثلا من بعد المرات نشوف هذوك الفيديوهات الطوال ديالي النيت تيجوني بحال مملين. يعني من الاحسن يكونوا فيديوهات شويه صغار، يعني حاولت انني ما نفوتش 10 دقائق. صافي ها انا مونطيت البياسه. غنوريكم ملي كيفاش كيجي الجيب من بعد ما تزادت البياسه كامله. ها هو الشكل ديالو كيجي زوين البنات، الجيب مبطن. صافي هنايا ركبت هذوك الصديفات، وهذا الشكل النهائي ديال الجليليبه، اللي كيف ما قلت لكم تقدر تخدم حتى هذا الموديل تخدم حتى في بينوار. كنتمنى يكون عجبكم الموديل، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.